بص، هو مبدئيا هاني، انا ما فيش حاجه ضايقتني في الموضوع، لان ده منطقي. احنا بني ادمين، مم. سواء كجمهور او لعيبه. احنا بنشجع كوره وهم بيلعبوا كوره. وفي الحاله دي الموضوع بيخضع دايما للمشاعر والانفعالات الانسانيه. تمام. من حق الجمهور ان هو يكون غضبان، خاصه ان انت خليت حلمه يلمس السما زي ما بيقول. تواصلت على ابواب النهائي اللي بيحلم بيه ملايين الاهلاويه بقالهم سنين. والسيناريو كان صعب جدا، سيناريو ان انت تبقى بتقدم بركلتين جزاء، وبيخش واحد من مجيدين ركلات الجزاء عندك، كهربا، واحد من اللعيبه اللي ما بتضيعش ضربات جزاء، بيخش يضيع، وبعدين بيبقى في حمل نفسي وذهني على عمر فيضيع، اللي هو كمان بالمناسبه ما بيضيعش. وبعدين السيناريو كان صعب جدا، فالجمهور كان غضبان ومتضايق وحزين، وعبر عن حزنه ده بشكل او باخر. بعض الامور كانت زياده شويتين، مش هخش في تفاصيل، ولكن من حق كمان الجمهور ان هو يعبر عن غضبه. من حق اللعيبه انها تحزن لبعض الالفاظ لو كانت موجوده. الامور عامله زي اتنين اخوات شدوا مع بعض في الصاله وتصالحوا في اوضه السفره، فعادي يعني. موضوع ان انا الموضوع يعني فرحت في ايه؟ لا، انا ما بفرحش في حاجه. هو اللي حصل ان جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي اكدوا المؤكد ان احنا عيله واحده، وان احنا في ظهر النادي. واللي حصل انت كمان كنت شاهد عيان، انت وقواس، على